السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. المنتخب الوطني الجزائري يواصل التألق في كأس إفريقيا ويحقق فوزا ثمينا يقوده رسميا إلى الدور ثمن النهائي. ضمن المنتخب الوطني الجزائري تأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا بعد فوزه المهم على منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة. هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع قائد المنتخب رياض محرز الذي نجح في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 23 من عمر المباراة. ورغم التقدم المبكر لم تكن المهمة سهلة على الخضر، خاصة بعد الإصابات المؤثرة. في الدقيقة 13 من الشوط الأول اضطر اللاعب حجام إلى مغادرة أرضية الميدان بسبب إصابة قوية على مستوى الكاحل، ودخل مكانه بغداد بونجاح. كما تعرض سمير شرقي لإصابة أخرى في الدقيقة 60 ليعوضه المدرب باللاعب رفيق بالغالي. وبرغم هذه الظروف أظهر المنتخب الوطني صلابة كبيرة وتمكن من الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية، محققا فوزا غاليا و3 نقاط ثمينة. بهذا الانتصار رفع محاربو الصحراء رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين، متصدرين المجموعة الخامسة. ويأتي منتخبا بوركينا فاسو والسودان في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما غينيا الاستوائية تحتل المرتبة الرابعة بدون أي نقطة. الجزائر تتأهل عن جدارة إلى الدور ثمن النهائي. هل يواصل الخضر هذا المشوار الناجح؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة. إلى اللقاء في فيديو قادم.